النهاردة أنا جايلك بحكاية من على أرض الواقع، وفعلا القصة تستحق إن أنت تسمعها لحد النهاية من غير ما تفكر ثانية. تمام؟ كل اللي عليك هتعمل لايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت لو حد عندك عزيز شير معاه القصة ديت لأنها قصة حقيقية من على أرض الواقع. تمام؟ والقصة دي أنت المفروض إن أنت تسمعها عشان تستفيد وتنبه غيرك. فما تنساش تكمل الفيديو للنهاية، وفي الآخر ما تنساش تقول رأيك في الكومنتات. يلا بينا نبدأ وعلى بركة الله. يا صاحبي قبل ما نبدأ اسمعني كويس، اللعبة ممكن تكون ممتعة، هروب، تسلية، بس لما تتحول لمرض، لما تسرق منك تركيزك، وقتك وأهلك، ساعتها لازم توقف قبل ما حياتك نفسها تتحول لجيم أوفر. كان في ولد اسمه سيف عنده 17 سنة، هادي، عينه على الموبايل 24 ساعة، ودماغه كلها رهانات على لعبة اسمها تشيكن رود. اللعبة مش مجرد سباق، كانت بتديله إحساس إنه حد وإنه ممكن يكسب فلوس سريعة، بس الحقيقة إنها كانت بتسحبه لتحت واحدة واحدة. في يوم سيف كان داخل رهان كبير، خسر كل اللي معاه. اللي راهن معاه قاله يا تكمل يا تبقى خسران، والكلمة دي قتلت اللي باقي من عقله. رجع البيت قلبه بيدق جامد، مش شايف قدامه. فتح درج أمه بيدور على فلوس، ملقاش. أمه دخلت عليه فجأة وقالت إيه اللي بتعمله ده يا سيف؟ صوتها كان فيه خوف، بس خوف على ابنها مش على الفلوس. سيف اتوتر، اللعبة كانت واخدة عقله، حس انه لو خسر الرهان ده حياته كلها هتضيع. مسك اول حاجة قدامه كانت فازة ازاز، ومش فاهم نفسه ضرب امه ضربة موتها، وكل حاجة بقت ساكتة. اللحظة اللي بعدها سيف وقع على الارض مش قادر يصدق امه قدامه، واللعبة اللي كان فاكرها طريق للمكسب بقت سبب نهايتها. دخل الجيران على صوت صريخ والشرطة مسكته وهو بيقول بس جملة واحدة: اللعبة هي اللي خلتني أعمل كده. لكن الحقيقة اللعبة ما كانتش ماسكة دماغه، هو اللي ساب نفسه يغرق. اسمع بقى، ولا لعبة ولا فلوس ولا رهن يستاهل إنك تخسر حد بيحبك بجد. الضعف الحقيقي مش إنك تخسر، الضعف الحقيقي إنك تسيب حاجة تافهة تتحكم في حياتك. ولو في يوم حسيت انك داخل في دوامة، اقف، خد نفس، وافتح عينك، لان في ناس حواليك بتحبك ومستناك ترجع قبل ما يفوت الاوان. ويا ريت لو انت وصلت لحد اخر القصة ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وتعمل تعليق وتقول لي ايه رأيك في القصة ديت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.